حيث الحراك السياسي في المرحلة المقبلة، يعني المرحلة الانتقالية توشك على الانتهاء، سيسلم المجلس العسكري السلطة لرئيس منتخب. كيف ترى شكل الحالة السياسية في مصر والحياة بشكل عام؟ أنا بشوف أن الثورة ما زالت مستمرة، ولا بد ان احنا يعني ندفع هذه الثوره ان زخمها يبقى موجود في الصدور. مش معناه ان احنا ننزل نتظاهر ولا نعمل مليونيات، ولكن التمسك باهداف هذه الثوره اللي خرج الشعب من اجلها ومات من اجلها الشهداء. انا رايي ان الشعب المصري لم يخذل هذه الثوره، بدليل انه كانت 3/4 اصواته في الجوله الاولى كانت منحازه للثوره. ولكن المره دي انا بتصور ان لو كان في مرشح للثورة كان نجح بسهولة شديدة جدا وباكتساح، ولكن لأن محمد مرسي لم يمثل بالنسبة للناس الممثل الحقيقي أو مرشحا للثورة، عشان كده في حالة الارتباك. يعني لأن أنا بتصور أن الشعب المصري ده منتصر للثورة، شرط أن لا تكون دولة الإخوان أو مرشح الإخوان المسلمين على رأس السلطة. يعني يقبل بهذه الثورة أن تكون الإخوان المسلمين فصيل فيها، لكن أن تقود الدولة وتحول مدنية الدولة إلى دولة تحكم باسم الدين وتحكم باسم المفاهيم اللي ممكن نختلف عليها، أعتقد أن الشعب المصري بتحضره وبثقافته وبعمقه الحضاري اللي ضرب في عمق التاريخ، وباعتباره أول شعب اكتشف الإله، صعب جدا أن هو يعطي مقاليد الحكم لفريق يدعي أنه يحتكر الدين. أشكرك جزيلا المخرج خالد يوسف على هذا الوقت الذي منحته لنا، وطبعا نتمنى أن تسير العملية الانتخابية بشكل جيد إن شاء الله. إذا نعود إليكم محمود في الاستوديو. كما كنا نقول منذ قليل، يعني الإقبال متباين وما زال غير كثيف مقارنة بالجولة الأولى حتى الآن في لجان القاهرة والجيزة بشكل عام. بالتأكيد. شكرا لك ولضيفك المخرج خالد يوسف. الآن إلى الشرقية، حيث الزميلة إنجي القاضي ومعها على ما أعتقد مدير أمن المحافظة. تفضلي إنجي. تفضل يا فندم. أضرب محمود، سأحدثك في البداية عن واقعتين من بطاقات مسودة في بلبيس وهي هنا في محافظة الشرقية. البطاقات المسودة تبين أنها مسودة لصالح مرشح جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي. هذه الواقعة أكدها حزب الحرية والعدالة، وأكد أن هناك تحقيق جاري في هذه الواقعتين في المدرستين. نحو 50 بطاقة كانت مسودة ولصالح الدكتور محمد مرسي، ولكنهم قالوا أنهم لا علاقة لهم بهذه البطاقات، وأنها محاولة ل يعني تشويه صورتهم وإظهارهم في صورة المزورين. بينما قال لنا محافظ الشرقية الدكتور علي عزازي بأن هذه البطاقات ربما تم تسريبها من المطابع وليس من اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية. معي هنا بالطبع مدير أمن محافظة الشرقية اللواء محمد نصر العنتري يحدثنا عن هذه الواقعات وعن الاشتباكات التي وقعت في بعض الأماكن. تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بالنسبة للواقعتين دول، الواقعة الأولانية في مركز هي، والسيد المستشار رئيس اللجنة العامة انتقل وتحفظ على البطاقات اللي عليها علامات لصالح أحد السادة المرشحين، وبيتخذوا الإجراءات القانونية في ذلك. بالنسبة للواقعة الثانية في مركز بلبيس، وجاري التأكد من صحتها، والسيد المستشار انتقل برضو لرئيس اللجنة العامة علشان يتأكد من هذه الواقعة، وبيتخذوا الإجراءات القانونية بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات. بالنسبة للخروقات الانتخابية، الحمد لله الحالة عندنا هادية تماما. حضرتك عارفة أن محافظة الشرقية من أكبر محافظات الجمهورية، عندنا 23 مركز واسم في المحافظة، عندنا 971 مقر انتخابي، عندنا 3.5 ناخب، منهم 1.5 مليون و8 ذكور و1.6 هذه الأرقام سبق وأن ذكرناها، ولكن لنعود إلى وقعات يعني الخروقات والتجاوزات. ما هي تحديدا غير البطاقات المصورة؟ غير البطاقات كانت بتحصل بعض المشادات والمناوشات الفردية ما بين أنصار المرشحين، والأمور كان بيتم معالجتها في حينه، والحمد لله ما عندناش خروقات ظاهرة بجسامة أو تسببت في تعطيل الانتخابات.
طيب بالنسبة لتأمين الصناديق في هذه الليلة، يعني هناك البعض يخشى من عمليات تزوير أثناء مبيت الصناديق حتى صباح اليوم التالي، والمندوبين هل سيبيتون أمام اللجان حتى يحمون الصناديق ويتأكدوا من عدم وجود أي تزوير؟ السيد رئيس اللجنة الفرعية يقوم الساعة 9 مساء عقب انتهاء اليوم الأول للتصويت بوضع الصناديق وتشميعها. عايز اقول ان في بلاستر جاي جديد بيتم وضعه على الصندوق، وهذا البلاستر ذو لون محدد، لو تم رفعه اللون بتاعه بيتغير ولا يمكن اعادته لمكانه تاني. بيتم تشميع الباب الخارجي بالجمع الاحمر، بيتم تسليم المقر ده اللي تم وضع في الصناديق فيه للساده الضباط من القوات المسلحه والشرطه لحفظه حتى اليوم. وهيسمح لواحد من المرشحين واحد فقط انه يكون متواجد امام هذا المقر للمبيت للتاكد من هذا الامر. طب بالنسبة للسيناريوهات، يعني آخر سؤال، بالنسبة للسيناريوهات كيفية تسريب هذه البطاقات المسودة؟ هل هي من المطابع أم هي من اللجنة العامة؟ كيف سربت هذه البطاقات وسودت؟ اللجنة العليا للانتخابات بتفحص هذا الأمر، لأن مفروض إنها جاية من اللجنة العليا للانتخابات وجاية مغلقة ومغلفة بالبلاستيك، ولم يتم فتحها إلا في اللجنة الفرعية بمعرفة السادة القضاة. أنا بشكر حضرتك جدا يا فندم. شكرا. كنا يعني معنا اللواء محمد ناصر العنتري مدير أمن محافظة الشرقية. أعود إليك محمود، يعني هذه هي حتى هذه اللحظة معظم التجاوزات التي حدثت هنا في محافظة الشرقية. من ناحية الإخوان هم أكدوا الواقعتين بوجود بطاقات مسودة، ولكنهم أنكروا صلتهم بالموضوع، مؤكدين أنهم هذه محاولة لتشويه صورتهم وإظهارهم في صورة المزورين. الإخوان من ناحيتهم يؤكدون أن هناك تجاوزات من المرشح الآخر الفريق أحمد شفيق من خلال السيدات أو بعض القضاة في أحد اللجان، كان يوجه الناخبين على حد قول الإخوان بالطبع، يوجه الناخبين لانتخاب الفريق أحمد شفيق. كما قالوا أيضا أن هناك بعض القضاة يعني كانوا يستغلوا أمية أو كبر السن بعض الناخبين بإبطال أصواتهم، كانوا يطالبون بمساعدة القاضي ولكنه كان يعني يستسهل ويبطل أصواتهم كما يقولون. هذه هي الملاحظات التي قال عنها الإخوان بالنسبة للمرشح أحمد شفيق. أكدوا أيضا أن المرشح أحمد شفيق كان هناك تجاوز في الدعاية الانتخابية وتوجيه الناخبين في بعض اللجان. إذا التجاوزات حدثت من الجانبين، من الإخوان أو من مرشح الإخوان أو من الفريق أحمد شفيق. نعم بالتأكيد، يعني على حد المعلومات التي ذكرها. بالتأكيد نشكرك مفادة العربية أنجي القاضي في محافظة الشرقية، شكر لك ولضيفك. كذلك أشكر دينا سالم من محافظة الجيزة، هي وضيفها كذلك كان معها المخرج السينمائي خالد يوسف. وكذلك الشكر موصول إلى الزميلة رندا أبو العزم، كانت معنا من القاهرة، ومعها كانت في حوار قصير الفنانة المصرية ليلى علوي. إذا مشاهدينا الكرام، الآن أيضا في القاهرة معنا من هناك أحمد برهان رئيس برلمان شباب الثورة. سيد برهان، مرحبا بك معنا. إذا ما أردنا أن نتحدث ببساطة في هذا اليوم الانتخابي الأول، أنتم في برلمان شباب الثورة كيف تنظرون إليه؟ احنا امبارح طلعنا بيان وأكدنا فيه ان احنا بنطالب مرشح الإخوان المسلمين بالانسحاب وعدم تكملة المشوار، بس الإخوان المسلمين مقررين من فترة ان هم هيكملوا المشوار، واعتقد ان هم في النهاية سوف يخسروا كل شيء. احنا بنؤكد ان احنا اخذنا خيار هو خيار الثورة، والثورة سوف تنتصر بإذن الله. احنا سوف ندعي جميع الشعب المصري لإبطال الأصوات أو مقاطعة الانتخابات حتى لا تكون هناك شرعية للرئيس القادم. بالمناسبة ولكن أنتم تطالبون مرشح الإخوان بالانسحاب، الانسحاب لصالح من؟ لصالح الثورة، لصالح خيار الثورة. الثورة سوف تستمر وسوف تنتصر. نحن نؤكد أننا نرفض الاستبداد باسم الدولة الدينية أو الاستبداد باسم الدولة العسكرية. وبالمناسبة صور الشهداء أمامنا، ونحن أصبحنا لا نخاف من كل الطرق الموجودة الآن. قانون الضبطية القضائية أو قرار الضبطية القضائية نحن لا نخاف منه. الثورة سوف تنتصر بإذن الله بكل الطرق
نعلنها من الآن. إذا كان هناك الفريق أحمد شفيق فنحن موجودين في المعارضة، إذا كان هناك الدكتور محمد مرسي فنحن موجودين في المعارضة، لأننا اخترنا طريق الثورة وسوف نكمل للنهاية. نعم، وجودكم في المعارضة هل يعني أنكم ستقبلون بأي منهما إذا وصل إلى منصب الرئاسة، أم أنكم ترفضون وجودهما أصلا؟ هو القرار في الاخر لما نيجي نشوف ان نسبه التصويت كانت 46%، ولما تنزل نسبه التصويت دي ل 20 و25%، هنؤكد ان الشعب المصري لم يختار الفريق احمد شفيق ولم يختار الدكتور محمد مرسي. النسبه سوف تكون ضئيله في هذه المرحله. اليوم الاول ممكن يكون مشابه للجوله الماضيه، اما اليوم الثاني سوف تكون هناك رؤيه أكثر وضوحا، وتؤكد أن الشعب المصري لن يختار الفريق أحمد شفيق أو الدكتور محمد مرسي. إذا وصل أحدهما إلى منصب الرئاسة والشارع اختار، ما هو موقفكم حينها؟ موقفنا ككل القوى السياسية، احنا قبل الثورة كنا بنقف عند نقابة الصحفيين وكنا بنقف عند نقابة المحاميين بنعلن رفضنا لكل سياسات النظام مبارك. في الوقت الحالي أكيد الخوف تم قتله من قلوب الشعب المصري. نحن أصبحنا لا نخاف من أحد ومن وجود أحد. نحن لن ننزل في مظاهرات دموية كما يدعي البعض. نحن سلميين من أول لحظة للثورة. الثورة المصرية ثورة سلمية، ولم يحدث ما حدث في سوريا أو ما حدث في ليبيا. نحن نعلنها من الآن أننا سوف نأخذ الطريق الصحيح، وأن الثورة ستنتصر من غير دماء، لأن الشعب المصري سوف يحافظ على أبنائه. أما مرشح الذراع السياسية للإخوان المسلمين الحرية والعدالة محمد مرسي كرر مرارا وتكرارا أن حكومته ستكون حكومة توافقية وأن الغالبية لن تكون للإخوان. بعث بالعديد من التطمينات، ألم تصلكم هذه التطمينات؟ نعتقد ان احنا الفترة اللي فاتت خدنا تطمينات كتير من الاخوان المسلمين وكانت كلها وهمية. يعني قالوا ان هم ينزلوا على 30% من المقاعد، نزلوا على كل مقاعد البرلمان. قالوا ان هم مش هينزلوا على الرئاسة، نزلوا على الرئاسة. حتى التأسيسية الثانية بعد التأسيسية الأولى اللي كان فيها الاستحواذ للتيار الإسلامي، جت التأسيسية الثانية طائفية بشكل واضح وبتعلن ان في 50% للدولة المدنية و50% للتيار الإسلامي، رغم ان الدستور بيعبر عن الشعب المصري كله وهو دستور لكل المصريين وليس لفئات معينة وليس لأحزاب. يعني الدكتور البرادعي مش موجود، الدكتور مجدي يعقوب، الدكتور إبراهيم درويش، كثير من المفكرين والعلماء المصريين مش موجودين. ولقينا في الوقت الثاني في أشخاص ليست لديهم خبرات موجودين وممثلين في اللجنة التأسيسية. نعم، ولكن بالمقابل هذا يعكس أن لهم الغالبية، الإخوان لهم الغالبية في مصر، والغالبية لها أن تحكم، أليس هذا صحيحا؟ لا، هي الغالبية في الدستور ليست هي الأساس. يعني الأساس في الدستور هو الشعب المصري، الشعب المصري بكل طوائفه، بالمعاقين، بالنوبة، بسينا، والشعب هو الذي اختارهم في البرلمان بدكاترة الجامعات، وجعل مرسي يكون متقدما في الانتخابات الرئاسية. لا، هو الشعب اختارهم في البرلمان دي حاجة، واللجنة التأسيسية ده مشروع تاني، ده مشروع اللجنة. الدستور ده مشروع الدولة، أما البرلمان هو ده بيمثل من الشعب المصري. يعني خلينا نبقى في فرق واضح بينهم. وفي نتيجة الانتخابات الرئاسية هم ما كانوش الأغلبية كانت للثورة. هم خدوا جزء كبير من الأصوات، نزلت أصواتهم من 17 مليون ل 5 مليون و700. كان في فرق واضح إن الشعب المصري غير راضي عن سياسات الإخوان المسلمين. نعم، أحمد برهان رئيس برلمان شباب الثورة، كنت معنا مباشرة من القاهرة. ومشاهدينا الكرام، هذه التغطية مستمرة معكم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية المصرية، جولة الإعادة نعود إليها بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.